السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعد مباريات الجولة الثانية. المجموعة الأولى يتصدرها فريق الاتحاد السعودي ب6 نقاط، ثم في المركز الثاني الشرطة العراقي ب4 نقاط، في المركز الثالث الترجي التونسي بنقطة واحدة، وأخيرا النادي الصفاقسي التونسي في المركز الأخير بدون نقاط. المجموعة الثانية يتصدرها فريق السد القطري ب4 نقاط، ثم أهلي طرابلس والوداد الرياضي في المركز الثاني بنقطتين، وأخيرا فريق الهلال بنقطة واحدة في المركز الأخير. المجموعة الثالثة يتصدرها كل من النصر السعودي والشباب السعودي ب4 نقاط، ثم في المركز الثالث الزمالك المصري، وأخيرا الاتحاد التونسي في المركز الأخير بدون نقاط. المجموعة الرابعة يتصدرها فريق الرجاء الرياضي والوحدة الإماراتي ب6 نقاط، ثم شباب بلوستاد في المركز الثالث بدون نقاط مناصفة مع الكويت الكويتي.